بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم وبارك صلاة جلال وجمال على حبيبك سيدنا محمد، المزدمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان سبابا أو صخابا أو دعا على أحد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكمال الله وعلى قدر كمال الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. وجزى الله عنا سيدنا محمد بما هو أهله، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم جدد حياتك. موضوع حلقتنا اليوم: ماذا بعد رمضان؟ رمضان يحدث فيه عبادة، والكل يشمر عن ساعديه ويؤدي الفروض كما أمر الله عز وجل، وينتهي عما نهى عنه وزجر. ولكن بعد رمضان عاد كما كان قبل رمضان. حديثنا اليوم: ما الواجب على المسلم؟ أخطر كلمة جزى الله عنا فريق الإعداد في الاختيار. ما الواجب على المسلم؟ كلمة كبيرة جدا بنوجهها للشباب. الشباب لأن هم نصف سكان جمهورية مصر العربية، بل يزيد. أكثر من حوالي 53 مليون نسمة من الشباب. وقول لهم: كان لكم قيمة كبيرة عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان يضع الشباب نصب عينيه. ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني شاهدا ومبشرا ونذيرا، فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا الشباب فإنهم أرق أفئدة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لولا شباب خشع وأطفال الرضع وبهائم الرضع وشيوخ الركع لصببت عليكم العذاب صبا. بنقول للشباب: أين أنتم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو الأسوة والقدوة. ألم يقل حق سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. الجميع يقول: أنا صليت وصمت في رمضان وقمت رمضان وتصدقت وأطعمت الناس وكنت في قضاء حوائج الناس. ما فيش دليل نظري وحسي أنا أعرف ربنا جبل مني ولا لا. حاجة واحدة بس، مش هقول لك كتير: هل أنت طلعت من رمضان مسلم؟ إيه؟ تاني: هل أنت طلعت من شهر رمضان وأنت مسلم؟ ولا طلعت إزاي؟ وهو ربنا لما فرض الصيام قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في سورة البقرة. في سورة العمران اللي وراها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ده بيتكلم من مين؟ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت مسلم ولا إيه؟ مسلم. طب اسمع معايا كده بقى للخمس أحاديث ده همت وطبقهم على نفسك. تاني: شوفهم وطبقهم على نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا ترى بعد رمضان صديقك، جارك، رئيسك في العمل، في الطريق العام، المسلم سلم من لسانك؟ يا أخي، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر خرج كل منهم وهو في أشد الحاجة إلى الطعام، أصابهم الجوع الشديد. فقال عمر لسيدنا أبو بكر: إيه اللي خلاك تطلع من بيتك؟ قال له: الجوع. قال له: وأنت؟ قال له: الجوع. وكان له غلام، فقال: قم يا غلام ابحث لنا عن طعام. والعامل أو الخادم شديد الحاجة للطعام والشراب، فقام كسلان حاجة كده فقال الاثنين: إنه لنؤوم، صيغة مبالغة كسلان، هيجيب لنا الطعام على امتى؟
فخرج الخادم يلتمس طعاما، فوجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسأله إلى أين؟ قال أبحث إلى طعام إلى أبي بكر وعمر. قال ارجع إليهما فأخبرهما أنهما قد أكل لحما. فرجع الغلام من غير طعام، فقال لسيدنا أبو بكر سيدنا عمر أنا قلت لك ناؤم مش هيجيب النهاردة طعام. قال أنا قابلت حبيبك صلى الله عليه وسلم سيد المخلوقات فقالوا إنكم أكلتما لحما. قالوا كلنا لحمة. فذهب الجميع إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال أكلتما لحم أخيكم والذي نفس محمد بيده إني لأرى لحم أخيكم بين ثناياكم. عشان قالوا كسلان بس. يا ترى مين اللي أسلم اللي سلم منك من لسانه ويده؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر طبق على نفسك دلوقتي، طبق سباب المسلم فسوق خروج من الملة وقتاله كفر، وفي رواية ورميه بالكفر كقتله. شوفوا احنا النهاردة مين بيكفر مين؟ وسبابه يعني انك تشتمه في حال غيابه فظيعة، تبقى اغتبته. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يا مسلم يا موحد بالله اسمع الحتة دي. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وحبيبك وحبيبي صلى الله عليه وسلم بيقول حاجة خطيرة جدا طبقها برضو على نفسك. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ولا يخذله خطيرة جدا. ولا يخذله دي لما يجي أخوك المسلم يطلب منك قضاء حاجته هتقضيها له ولا لا؟ ولا تقول له أنا هقضيها لك ليه؟ ما هو اللي هيخليني أقضيها لك هيقول لي خدمة قبل خدمة، قضاء حوائج الناس. أنا كنت فاكر ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إنها صلاة وصيام بس أو هي عمرة. لا والله. قال خلي بالك من الحتة دي وصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم النافلة إنك تدخل السرور على قلب أخيك المسلم فتقضي حاجته حبا في الله وفي رسول الله. يا أخي جاء أعرابي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم على مرأى ومجلس من الصحابة، مرأى ومسمع، فيقول من منكم يقضي حاجتي حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام وكان الرجل أعمى ضرير يعني، فقام سيدنا أبو بكر قال أنا أنت عايز إيه بس قول لي. فأخبره بما يريد. فخرج سيدنا أبو بكر وقضى له جميع حاجاته. فقال له يا أبا بكر أطلب منك شيئا حبا في رسول الله. قال سل ما تشاء. قال اعطني لحيتك. فأعطاه لحيته. فأقسم على الله بلحية أبي بكر أن يرد الله عليه بصره، فرد الله عليه بصره حبا في أبي بكر. هل احنا وصلنا للدرجة دي؟ لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي يقول اللي يدخل السرور على أخيه المسلم في مجمع الزوائد للهيثمي، يقول لك ربنا بيخلق من هذا السرور ملكا يدخل معك قبرك حين يتركك الأهل، حين تتركك الزوجة، حين تترك المال، لم يبقى معك إلا واحد بس هو الحي الذي لا يموت. والعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيرى هذا السرور وهو ينجيه من عذاب القبر، ويسأل الحق سبحانه وتعالى له العفو والعافية، فيسأله من أنت؟ يقول له أنا السرور الذي أدخلته على قلب فلان. بيجي الوقت لما يجي يتصل عليك بالتليفون تكفله، بلاش تكفله وتخلي ابنك يكذب. ليه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كذاب. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. أنت فين؟ ويقول ولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحقره إنك تغمز. في ناس كده واحنا قاعدين مثلا نكون قاعدين مجموعة من أصحابنا كده ويخش واحد علينا يقوموا يتغمزوا كده يغمزوا بعض. أنت عارف بالحركة دي؟ أيوة
بالحركة ده هي. أيوة، أنت حشرت نفسك تحت الآية ده هي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ليه؟ أنت مسلم؟ أيوة أنا مسلم. طب اسمع معايا بقى. المسلم ده عشان تخلي بالك من أخوك المسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا: من المسلم يا رسول الله؟ قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. الذبيحة كان معانا الطعام واللحمة اللي احنا بنشتروها يعني. بيقول: فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تخفر الله في ذمته. يعني ما تخونوش الأمانة اللي ربنا عاملها لك. يعني أخويا المسلم أمانة، 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 أمانة هتحاسب عليها أمام الله. أديتها ولا ما أدتهاش؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الشباب اللي فطر وتكاسل عن الطاعات، اسمع معايا، ربنا قال لحبيبك سيدنا النبي ايه صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر بالتحديد آية 98 و 99. يقول: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ياه، بقى ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: داوم على الطاعة والعبادة حتى يأتيك ملك الموت قابضا. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبك سيدنا النبي اللي ربنا بيقول له ايه: وعزتي وجلالي لو شئت لتركت لك شؤون الخلق تتصرف فيه كيفما تشاء. ربنا بيقول لسيدنا النبي، وسيدنا النبي ما اتكلش على كده صلى الله عليه وسلم، ما اتكلش على صيام رمضان ولا على الصدقة ولا على قيام الليل صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في دوام للطاعات واستمرار عليها صلى الله عليه وسلم. بل دخل صلى الله عليه وسلم على من؟ على السيدة أم المؤمنين وزوجة الصادق المصدوق السيدة عائشة، وجد عندها امرأة فسأل عنها فأخذت تخبره بصلاتها أنها تصلي وتفعل كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: مهن. وكلمة مه يعني عند علماء اللغة والنحويين معناها كفي عن هذا العمل. فالله عز وجل يقبل من الأعمال أن ما داوم عليها العبد وإن قل. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول حق: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول حق: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه المرأة بعض الروايات تقول أنها نذرت لله نذرا أن تصلي، ده نذر، ولكن النذر لم تطيقه فوق طاقتها. فسيدنا النبي قال لها: كفي، فعليكم من الأعمال ما تطيقوه فإن الله لا يمل حتى تملوا. كلمة لا يمل يعني كل ما تشتغل كل ما ربنا يديك أجر، يا رب تعمل كله أجر ربنا هيديك أجر. ومعانا الحديثين، صلي على حبيبك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأولاني حبيبك سيدنا النبي بيقول: من نظر إلى والديه، في سنن الطبراني في مجمع الزوائد للهيثمي في كنز العمال، بيقول: من نظر إلى والديه نظرة رحمة جعل الله له ثواب الحج والعمرة. فالصحابة تقول: يا رسول الله انت كده هتخلي الناس، خلي بالك الكلمة، تكتر في النظرة، تغمض تفتح تغمض تفتح تغمض تفتح. قال: ما لكمش دعوة فإن الله لا يمل حتى تمل. صلى الله والله أطيب وأكثر صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا النبي وتصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. نظرت لله نظرة فقال لها: لا. والمرأة يعني كبيرة في السن قد يحدث لها مرضا فلا تطيقه. ورجل آخر يسمى أبو إسرائيل نظر لله نظرة، برضو نظر لله نذر، إيه هو؟ أن يقوم في حر الشمس الصحراء بلا مظلة، وأن يقف ولا يجلس، وألا، شوف خلي بالك اهو، أن يقف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال لك: وألا يستظل بمظلة ولا يتكلم مع الناس. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوه يستظل بمظلة ويجلس ويكلم الناس ويكفر. يكفر إيه؟
ما هو أنت لما تقول لله علي نذر وأنت ما قدرتش توفي، النبي عمل لك حل صلى الله عليه وسلم، فقال كفارة النذر إذا لم يتم فكفارته كفارة يمين صلى الله عليه وسلم. امرأة أخرى يقال عنها أنها أخت عقبة ابن عامر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أختي نذرت لله نذرا أن تسير على الأقدام إلى مكة لأداء مناسك الحج، وتكون غير متنعلة يعني مش لابسة نعل حافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتركب ولتلبس النعل صلى الله عليه وسلم. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني أن يعذب هذا نفسه صلى الله عليه وسلم، غني. طيب في حد يقول لي كلمة، هو النذر ده إيه؟ مش عبادة؟ عبادة. أوجبها الله عليه؟ لم يوجبها الحق عليه. عبادة لم يوجبها الحق عليك، أنت الذي أوجبتها على نفسك وأخذت على نفسك عهد، فيجب الوفاء بها على نحو ما خرج من فمك، يعني زي ما قلت بالظبط. ولو أنت قادر وما عملتش، اسمع معايا، وأوفوا بالعهد إن العهد إيه؟ يا سلام كان مسؤولا. قال إيه؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لكن لما ربنا كرموا المال بخلوا به، والنتيجة أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ومدح آل بيت سيدنا النبي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طب هل ممكن أغيره؟ هل ممكن أغير النذر ده؟ يعني أنا دلوقتي عايز ربنا يكرمني واترجى وابقى حاجة كويسة، ربنا يكرمني وترجيت فقلت لله علي نذر أنا هجيب ذبيحة واذبحها واعمل طعام لحمة وعيش ولحمة. لكن لما قعدت مع مراتي ازاي ومش ازاي وهنعمل ايه ونخلي ايه وما فيش، يقول لك ممكن ابدلها. قال يجوز تبديل النذر بشيء افضل منه، صلي على حبيبك سيدنا النبي، او باخراج القيمه. ايه يا شيخ تاني كده الحته دي؟ ويجوز تبديل النذر بشيء افضل منه او بالقيمه، اطلعه فلوس. جبتها منين دي؟ مش عندنا. اولا في جمهور العلماء قالوا الكلام ده وهذكره دلوقتي. مش في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقه الفطر واجبه يعني فرض طهرة للصائم من اللغو والرفث؟ قالوا نعم. قال مش العلماء قالوا يجوز فيها إخراج القيمة؟ قالوا نعم. كذلك يجوز تبديلها وإخراج القيمة بدلا منها. صلى على حبيبك سيدنا النبي. مين اللي قال ده شيء؟ ناس كتير جدا قالوا. المذهب الشافعي الإمام النووي في كتابه المجموع للإمام النووي، والمبسوط للإمام السرخسي وهو حنفي، والقاضي يعلي الحنبلي أبو يعلي الحنبلي في كتابه التعليق الكبرى في مسائل الخلاف، قال ويجوز تبديل النذر بنذر آخر أو بالقيمة. طب سؤال بقى، ما دام الموضوع قبل بعضه، صلي على حبيبك سيدنا النبي، طب ممكن أكون منه؟ أنا قلت وحذبح، أنت قلت إيه؟ قلت لله علي نذر إن أنا حوكل كله. خلاص اتمسكت، لسأمسك عليك لسانا. خلاص قال له خلاص. طب لو نويت وقلت وكل عيالي منه يجوز. صلي على حبيبك سيدنا النبي. في بدائع الصنائع للإمام الكساني قال الدماء نوعين، دماء يجوز الأكل منها عشان ترتاح خالص. قال إيه هي الدماء التي يجوز الأكل منها؟ قال الهدي ما يهدى للحرم لما أنت تبقى متمتع أو قارن أو تركت محظورا من محظورات الإحرام. صلي على حبيبك سيدنا النبي. خلي بالك اسمه إيه؟ الهادي. طيب والأضحية؟ والأضحية والعقيقة تاكل وتوكل عيالك منها. طب ودماء لا يجوز الأكل منها بحال من الأحوال، الكفارات. مش بيقول لما تيجي تكفر عن يمينك تعمل إيه؟ يا تصوم 3 أيام ودي آخر حاجة،
يا تحرر رقبة يا تطعم كام؟ 10 مساكين. ما تاكلش من الأكل ده. صلي على حبيبك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إيه؟ خلي بالك من الكلام أهو تاني، عشان ما نقولش محدش قال لنا. لا، خلي بالك، صلي على حبيبك سيدنا النبي. انت قعدت معايا او مع اي حد من حبايبنا ومن علمائنا اللي بيطلعوا، إيه قعدت التلت ساعة او النص ساعة اللي قعدتهم، عارف ربنا هيكتب لك ايه؟ هيكتب لك اجر الحج التام حجته. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا المعلم واللي ورانا الكادر الكبير جدا من فريق الاعداد والاخراج ومهندسين الصوت، كل دول ياخدوا الاجر من عند مين؟ من عند من لا تخفل عليه خافيه، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، صلى الله عليه وسلم. الدماء التي لا يجوز الاكل منها الكفارات والنذر وهدي الإحصار، صلى الله عليه وسلم. وأرجو ألا يتحقق فينا قول الحق، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هنا ربنا بيضرب مثل للناس اللي بتشتغل في رمضان وتعبد ربنا في رمضان وتترك الحق سبحانه وتعالى في غير رمضان. ويقول له اوعى تكون زي الست اللي بتغزل الثياب وبعد كده بعد ما تخليه صوب تقعد يعني تنقضه خيطا خيطا. خلي بالك، احنا عندنا حاجات كبيرة جدا ناسيينها وسايبينها ونحاسب عليها امام الله. خلي بالك الموضوع ده، ان القبر حفرة في الارض تضيق بالمرقد، ظلمة تطفئ شمس الدنيا، يهال التراب عليك بأيدي أحبتي، خفق النعال على الأديم يخشاك، سؤال حسيم من الملكين يلقاك، عن الإله والدين وعن ذاك الذي حذرك وذكرك بأخراك. فمن كانت الأولى جل مطلبه حار ولم يجد للسؤال جوابا، ومن كانت الأخرى له سعيا نطق بالتوحيد وبالصلاة على المصطفى فصاحة وبيانا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هناك حرمات أيضا على الإنسان أن يبتعد عنها بعد رمضان، اسمها إيه؟ المعاصي التي يرتكبها الإنسان في الخلوات. بيرتكب إيه في الخلوة دي؟ صلي على حبيبك سيدنا النبي. في زمن انتشر فيه وسائل التواصل الاجتماعي، تلاقي الشاب داخل الأوضة وقاعد يخش غرف الدردشة ويشتغل، ويقوم متعرف له على واحدة ولا اتنين، ويقوم يتكلم انت مين ومش مين، ويبدأ بكلمات معسولة. بعد ذلك تظل فريسة لذئاب الأرض وكلابها. تظل فريسة لكلاب الأرض وذئابها. احنا شوف بتقول ايه؟ فسيدنا النبي يقول ايه؟ ما خبب امرأة على زوجها لن يرح رائحة الجنة وإن ريحها مسيرة 500 عام. الخلوات، الألعاب الإلكترونية اللي احنا بنعملوها وبنصرف وبننفق فيها الأموال الباهظة، أقسم بالله كم من رجل باع منزله لأجل لعبة بيلعبها وخسر فيها المال الكثير. ربنا هيحاسبك. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي نهاية اللقاء أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وسائل المولى سبحانه وتعالى بقدر حبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجبرنا في أولادنا جبرا يليق بعظمته يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.